السلام عليكم. تعودنا زراعة زراعة زراعة، بس خلونا نشوف هاللوجو. شوف الرمل، شيء غريب اليوم، شيء ما طلعنا من الزراعة حواليها، احنا ما بعدنا واجد. شوف اللوجو الرمل، وهذا ريش. ها شفت شلون؟ ريش. احنا اليوم شيء جميل، هواية خذت صداها في المنطقة بشكل كبير جدا، وصلت إلى الاحتراف، المشاركات العالمية، محكمين عالميين يجون للحسا عشان التحكيم في جمال، خذوا مسابقات وشهادات شيء 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 شيء. جالس وخدت أنا انصدمت على كم المعلومات اللي خدتها. تابعونا وشوفوا عاد احنا وين. ما شاء الله، من الحب والتعلق بالطير حتى لمات يحنطه الباجي. احنا اليوم في لقاء مع الأستاذ صالح الرمل للحديث عن أسرار الباجي، شهادات شكر، شهادات تحكيم، لقاء مع محكمين دوليين ما شاء الله، مسابقات ومشاركات الكويت وبرا ما شاء الله. الهواية هذه وصلت إلى الاحترافية، وصلت إلى الإبداع، تعدت نطاق الوطن، تعدت الأقاليم وتعدت المحيطات. شوف ما شاء الله. عبد العزيز حبيبي عيوني، خلفتك وبالرغم يمكن أنا من كم سنة وقلت بجيك. والله يعني يمكن لها 3. والله ايش اسوي بعد، وانا بالرغم ان انا قريب يمك ورحت وجيتي، بس المشكلة ما تحب الا الشيء الاخضر. والله غيرنا مودك. اما اليوم غيرت مودي، غيرت مودي بشكل حبيبي والله. نجي انا اشوف شرايط دائما، مسابقات الجمال الخاصة تكرم بالكائنات اللطيفة، جوائزها شرايط عدل. اكيد انا شفتها على خيل، شفتها على ايه، وكؤوس، وفي اللي هو مجسمات لهم ما شاء الله. طيب ايش قصة ذيك؟ طبعا هو اساس التحكيم، احنا كنادي سعودي نرجع لمنظمة عالمية بريطانية بعد اي ندفع فيه اشتراك سنوي. بموجب الاشتراك السنوي هم كل سنة عشان احنا نقيم من معرض يرسلوا لنا شرايط، اللي هو 4 شرايط. الشرايط ذيلي حق بطل الابطال وصيف البطل وحق العمر المفتوح. طبعا هذيلي كلهم اللي يحصلون الشرايط راح يسجل، يصور الطير ونرسل لهم، ويسجل كل شخص اسم راعي انه فاز السنة هذه في المملكة مثلا، ويعتبر من الاسماء الرسميه اللي تسجل تبع المنظمه. ما شاء الله. طيب انا شفت اشرطه وانجازات ضخمه لك ما شاء الله. الحمد لله. العزيز، اي واحده من ذيلي لها واقع في قلبك من هالشهادات ذيلي كلها؟ انا طبعا اشارك من 2016 ما شاء الله. من 2016 يعني في البحر عندنا في السعوديه، 2018 في البحرين، وشاركت في الكويت، و2019 عندنا هنا. لكن بداية إنجازات اللي حسيت بطعمها في 2019 بيست NA، هو حق العمر المفتوح اللي مكتوب عليه 2020 هذا. اي هذا ليش؟ الشريط هذا من نفس المنظمة العالمية، وتسجل اسمي كأول مرة يسجل تبع المنظمة ويكون في إعلانهم عندهم، واعلن في المنظمة. أعلن في المنظمة. نعم. ما شاء الله. الشريط الثاني هذا اللي هو حق السنة هذه، هذا السنة، هذا إنجاز السنة، هذا إنجاز السنة. هذا يعتبر وصيف المعرض ما شاء الله على مستوى المملكة. اللهم لك الحمد. ما شاء الله. هذا الحين الثاني اللي هو مال الوصيف السنة هذه. السنة هذه وهم بنفس الطريقة تسجل اسمي للمرة الثانية في المنظمة تبع المنظمة البريطانية لطيور الباجي حق تصانيف الطيور. ما شاء الله. وهذا درعه الاساسي. ما شاء الله. هذا بس كنت بسألك عن هذا الدرع الاساسي حق الطير، سكند بيست ان ذا شو. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. وهذه دي اللي جايه الحين اللي فزت بها ما شاء الله.
قلت لكم دائما احب الابواب المغلقه. هذا القاعده هنا يعني بدي اصور لكم الجلسه، هذه الجلسه جلسته ويراقب الطيور كلها، مثل ما عنده فيو، شخص عنده فيو على حديقه، هذا الفيو على الطيور كلها. ما شاء الله، قولوا لا اله الا الله، صلوا على محمد. عبد العزيز انا دائما اقول احب افتح الابواب. ما شاء الله ما شاء الله، وتعرف ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، اللهم صل على محمد وآل محمد. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. بنبتدي باللي فاز. باللي فاز موجود. انا احبه. شلون نبتدي من فوق الحين؟ اللي فاز موجود. اللي فاز طبعا ناكيه. ما شاء الله ما شاء الله. ما شاء الله ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. حذر شوي عنيف في العرض يعني. هذا طبعا الطيرة اللي فازت. ما شاء الله. المعايير اللي فازت عليها بالنسبة المعايير قصة الراس، تناسق في الطير، ما شاء الله، الريش، وقفة، نظافة الطير، كلها هذه معايير يقيس الحكم عليها. ايه ما شاء الله. خليه يوقف داخل عشان تصور داخل. الحين التصنيف عندك انت هنا، قبل شو كنا نسولف 3 فصائل عندك. اي نعم. تقريبا اللي هو الستاندر الانجليزي، هو الاساس في تربية. خلنا نشوف الاساس، خلنا نشوف وين فيه. اوريك الحين الستاندر الاساسي. مو هذا؟ هذا الستاندر اساسي. شفت عليه على طول؟ لا ما شاء الله. هذا ستاندر. جاي تمشي مع علامة كذا. ايه تسلم. قمت تعرف مجالنا. ايه يعني من ما عندكم. حبيبي تسلم حبيبي. الله يرضى طول عمرك. ايه في طبعا هم هذا ستاندر اساسي، وهذا ستاندرد. هذا انت تاخذه كاساس الحين. هو اساس تربيه الباج. شلون اساس تربيه الباج؟ الخط الاول في تطوير مستوى احجام، مستوى عرض، مستوى نقول فخامه الطير، هو مفتاح للانتاج. هذا الكريست درجه المستوى الثاني او الليفل الثاني. المستوى الثاني يعتبر بطول الباج. اللي جنبه هذا المستوى الثالث الهوجو. الهوجو الريشه انا اشوف فيه اكثر. اي طبعا هو الورود الوردات، طبعا الوردات خفيفه هذه. انا قاعد اطور في موضوع المستوى، لكن اوريك فيديو ثاني عندي. نشوف الحين. هوجو وردات كامله. وردات كامله، خلينا نشوف. هذا اللي فاز. هذا اللي فاز. هذه الوصيفه، وصيفه البقره. زين عمرها كم؟ هذه عمرها، هذه انتاج 2022، يعني يمكن سنه اقل. انت بالنسبه لك الحين كانتاج، ايه كانتاج، خلينا نتكلم عن الحين ما شاء الله، بس نتكلم عن عنصر تجاري. الباجي في عمر كم؟ في عمر كم شنو ينتج طبعا الانجليزي الستاندر احنا نعطيه مجال 8 الى 9 شهور. 9 شهور انت تربيه علشان بدايه الانتاج. اي عشان بدايه الانتاج. في امور مهمه احنا قاعدين نطالع فيها. اولا تعسر البيض ممكن ينتج 6 شهور. ايه بس انت احتمال يصير فيه تعسر بيض واجهدها. مثل ما نقول احنا الصغير لا تخليه ينتج الحين، خليه يبلغ كامل. رحم الله عليك. ياخذ النمو كامل. هذا نقطه. النقطه الثانيه، انا كل 3 مرات انتاج لازم تريحه 2 3 شهور، بعدين ارجع مره ثانيه راح توقف كل 3 دورات انتاج، توقف او يوقف الى 3 شهور او شهرين على حسب راحته. هذا انت بالنسبه لك خطتك ولا عالميا؟ هو عالميا يمكن في ناس ما تمشي عليه، يبي على قولتهم يحلب وعي. اي بس انت يهمك الطير وصحه الطير. اي 100%. اذا كان صحته طيب بدل ما يصير بيضتين 3 يصير 5 بيضات 6 بيضات امورها طيبه ومرتاح. ما شاء الله. يعني هذا ما شاء الله. هذا اللي ورداته واجد ما شاء الله. انت مركب عليه البينو. اي نعم. شو السر؟ الحين باخذ من عندك سر الحين. هذا هو طبعا. انا مركب عليه البينو لان قاعد اشتغل عليه الخط، يسمونه الخط الاينو اللي هو العين الحمراء. اللي عينه حمراء مطلوب في الجمال. مو موضوع مطلوب، بس انا قاعد اطور في مستوى حجم، شكل، طفره. اي عشان كذا قاعد اركب عليه. ابو عبد العزيز انت مخلي اقفاص هذا للتكاثر، مضبوط؟ مضبوط. انزين ما شاء الله ما شاء الله. اشوف مثل ذا مسكر. ايه. وشاي انت حاط عليه رقم هذا. اي نعم. ايش يعني بالنسبه لك؟ انت بالنسبه لك ذي كسلاله انتاج، مثلا عنده حبه واحده
فاسجل رقم الحجل ورقم القفص 16 هذا رقم 16 حتى لو طاحت له ورقه عارف ان هذا القفص طالع منه. اما هذا الطير بروحه الطير داخل في نمو تبديل ريش، فلازم اشيل النافي عنه بعد ما يخلص تبديل الريش ادخل عليه نافي حق الانتاج. كم فتره تبديل الريش هذا؟ تبديل يعني عاده من اسبوعين ل 3 اسابيع. وليش انت تشيل النافي في فتره التبديل؟ لان احتمال النافي ما يصير فيه تبديل، فتبيض على اقل سنه. هو في التبديل ما يلقح. اي لا مو بموضوع ما يلقح، احتمال يلقح بس ما يعطيك نسبه تلقيح كامله. مو بكامل قوته بالعصا. مو بكامل قوته. يعني القوه رايحه يعني تبديل الريش. رايح بتبديل الريش، حتى هو نفسيا الطير مو بذاك المرتاح. مو مرتاح. يعني يوصل مرحله تبديل الريش الى انه حتى دم يطلع منه. من نفس راسه وهذا. فلازم اريح. الجو العام للغرفه ابو عبد العزيز، انا الاقفاص ما شفت بهالمعايير صراحه على زياراتي. قلت لي الاقفاص مو من لا الاقفاص شغل اوروبا دار مسوي طلبيه من هولندا جايبها عن طريق هولندا. انا شفتها فيها شفتها فيها من الاحترافيه والقوه تختلف عن الاقفاص العاديه. التصميم العام للغرفه تصميم حاط مراوح شافط واحد وبعد طبعا انا المهم عندي تجديد النفس في المكان. هو صحه الطير الاساسيه، حتى الشخص نفسه الادمي او يقدر مكتومه الامراض تجي. فانت الحين بالهذا الهوايات يبقى الهواء جديد على طول متجدد. متجدد كل 3 ساعات تقريبا يشتغل له نص ساعه الى ساعه الا ربع. مو على طول مركب تايمر شغل احترافي. في تايمر تايمر ونظام مروحه 3 فيز. حتى المحول ماخذ له محول عشان احول كهرباء 220. تبي قوه. هذه قوه والبلاور ماخذه مال المصانع يعني مو حي الله. شغل احترافي. شغل احترافي. مكيف. درجه الحراره في الغرفه درجه الحراره من 25 ل 26. ثابته طول السنه. صيف الشتاء طول السنه لا في الشتاء انا طفت المكيف افتح النوافذ. بس درجه الحراره بشكل عام في الشتاء تنزل درجه الحراره الى 8 داخل الغرفه. مضرر على الطير. الطيور دي متعوده على البرد تدور البرد، ولازم اهيئ نفسها واخليه تفرق بين جو الصيف وجو الشتاء وجو الربيع. لانه صعب اني احكمها على طول. الطيور دائما تدخل في موضوع تبديل تغيير. فانت تتغاب على الطبيعه قد ما تقدر. لانه انا في الشتاء يعني انظف لي اني افتح النافذه وكل البلاور شغال. البلاور اللي هو مروحه الشاطئ يجدد النشاط عندهم شيء مو طبيعي. اذا حسوا بالهواء بالبروج تعطيها نفسياتهم. الكاميرات مهمه. دي رقابه للموقع ولا رقابه للطيور بالنسبه لك؟ رقابه للطيور. انت بالكاميرا هذه تراقب الطيور 24 ساعه. لا بس بشكل عام انا اتكلم انتم لان هذا داخل بيت، فالكلام انه الاهم بالنسبه لك مراقبه الطيور. 100% يعني مراقبه الطيور، لان في بعض الطيور يعني يمكن اعتمد على شغاله تغير اكل ولا ماي تنسى القفص مفتوح برا ما نظفها لازم اتابع. فتبقى انت موجود هنا 24 ساعه الرقابه دائمه. ما شاء الله ما شاء الله. شو كنا نتكلم عن البيض، قلت لي إلى 5 بيضات في المفروض هو كمتوسط المربي. انا اتكلم مربي لما انا انبسط اشوف انتاجي. انا اذا يصيرون 4 كامل انتاجهم في حضان كامل افرح لي من 8 بيضات او بيضات. ال4 هو المتوسط المفرح. ما شاء الله. فترة حضانة البيض والطير؟ فترة حضانة البيض 18 يوم بفرقس البيض. 18 يوم. 18 يوم وقلنا 9 شهور علشان يبتدي انتاج بالنسبة لك انت. ما شاء الله. نجي الحين هذه الام وفريخاتها ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. ليش بروحها؟ ليش كذا بهالشكل؟ هذول عمرهم كم؟ هذا عمرهم الحين شهر. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. وهذا الام وهذا وشلت الذكر عنها؟ شلت الذكر عنهم لانه مشارك فيه معرض. مو بالتربيه. مو بالتربيه. ولا رجعته ثانيه؟ ما رجعته لان انتظر ينتهي فتره حضانتهم. عمرهم طبعا شهر ونص الحين عفوا.
شهر ونص. انتظر ينتهي شهرين انهم يعتمدوا على نفسهم ويشيلهم الى حضانه ثانيه وعفروق ثانيين مع بعض، وكل الاكل متوفر لهم تحتهم على طول. ما شاء الله. بعدين انا اندب النافيه الى ذكر في قفص ثاني، ما اخليه في نفس القفص. شو السر؟ السر لان النافيه هذه تعتبر القفص بملاكها. لازم ادخل على ذكر عشان يصير الذكر هو المسيطر. هو المسيطر. ايه ما تبيها مسيطره ها؟ لا لانها مسيطره هذه ما تصلح لها. مو مسيطره. هو لان اذا كانت مسيطره على المكان وتدخل عليه ذكر احتمال هي ما تبي الذكر هذا. تتغلى فيوصل الى الطق والدم. اوه إيه. تصير هي القويه الحين. تصير هي القويه. إيه فانت ما تبيها مسيطره علشان الانتاج. إيه انت تدخلها ما شاء الله. لا ما شاء الله. اما اقول لك ابو عبد العزيز ما شاء الله لا قوه الا بالله على جمالها. يحق لها تكون مسيطره صراحه. ما شاء الله. امراضهم على الامراض. هذا الامراض دي مشكله كبيره. انا طبعا اكثر امراض في الطيور هذه 3 امراض. تنفس، دود، كانكر. واعتقد اشدهم الكنكر. هو صحيح اللي هو مثل ما نسميه احنا ويسمونه الاول برقيع بعد. لا الكانكر هذا مسبب لبلغم في الحلق بريحه ما يخلي لا يقدر ياكل ويلفظ الاكل. اي تسلم. اما الدود يقعد ياكل حق غيره. ياكل وما يبين فيه، يبين الضعف والهزار. ايه والتنفس حتى سلوكيات الطير تتغير. التنفس طبعا انا مهم ليش ما اكتب بلاور وهذا. صحة الطير في المكان انه يكون تجديد النفس كامل. الهواء كامل، مثلا التنفس قلنا واحد مزكم ما له خلق خلاص حاجي. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. الوقاية من الامراض. الوقاية من الامراض. انت قلت اول شيء تجديد الهواء. هذا يصير التكيف من التنفس. انزين. الكانكر انا انصح كل 6 شهور الواحد اقلها مرة يعطيه للكانكر. في لقاح خاص للكانكر. هي في لقاح خاص للكانكر، مضاد حيوي للكانكر خاصة. يعني يبقى احنا الوقاية خير من العلاج. اللي ماشي على برنامج وقائي افضل. مضبوط. ما شاء الله ما شاء الله. هل جميل يا ابو عبد العزيز. اليوم رفيقتنا الحور اليوم. هاش تقولين الحور في الجمال. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. الله يبارك لك. الله يبارك. وجعلنا من الماء كل شيء حي. الماء انا بالنسبه لي كل يومين خير. الماء كامل مع غسيل لتعطيه كل يومين. كل يوم. الاكل موجود. الاكل موجود بس انا دائما كل يوم اسوي لهم خلطه رسميه. مثل ما انا اتغدى واشكل في الغداء انا دي خلطه غذائيه. اعشاب، اكفود، شوفان، غير اللي تجي في السوق. انت لك تغذيه خاصه فيك. ناخذ سرها الحين يعني. بناخذ سرها. متعبه لا مو سر والله بالعكس. انا حق اي واحد يحب يستفيد انا خادمه فيها. ما عندي مشكله. اهم شيء بالخلطه انها ما تكون رطبه لان الرطبه هي اللي تجمع بكتيريا وتتعب الطير. ناخذ سر الخلطه. طبعا هذا السناب الغالي ابو عبد العزيز المفروض من اول التغطيه احطه واذا خطا من عندي. لا حبيبي وجودك هو كافي. انا شوف انا تابعك في السناب. انت مقصر ومقصر. شوف الانستغرام دائما مفعل بالتصوير الحلال يعني. اي ما شاء الله. بحط لكم سناب وبناخذ بعدين الانستغرام من عنده. خلطه ابى اشوف انت شو مسوي. الخلطه طبعا انا كل ما بين فتره اخلط. هذه ايك فود. هذا مو بالغذاء الرئيسي. ذا المكمل. هذا طبعا. هذا ايك فود نوعين. شوفان. ايك فود قبل شنو الايك فود؟ ايك فود هو يعني ايك فود. ايه البيض مجفف اللي يجيبوه على واحد. مجفف او بقسمات مثل كذا. مخصص طبعا. هو في شركات كثيره. على عسل في هذا مخصص. وتخلط وياه شوفان. اخلط معاه شوفان، ريحان، بذور الريحان. ما شاء الله. بالتنفسيه ذا والحلوه الحصاويه. اللي توكم طلع لي فيها بتقرير. ما شاء الله. هذه شيء.
ما شاء الله. هذا جزء من الخلطة طبعا. هذا يبقى يوميا مع الاكل. يوميا مع الاكل. ذاك الاكل ثابت وذي ينضاف يوميا. وهذا الخلطة الثانية. ذي خلطة أعشاب متكاملة دي. دقيقة نور، إلا نور تبي تتعلم. طيب تعلم يا بابا. هذه خلطة أعشاب متكاملة. هذا حط فيها أعتقد فيها نوعيات من البذور بعد. إيه نفس الشيء، فيها نعناع وريحان وفيها بذور الكيا وفيها بذور الشيا موجود. الشيا عفوا. اي هذا مبين. اي وفيها يا طويل العمر نوع من انواع الحبوب حق الطيور ثاني، وفيها يعني مكمل تعتمد عليه كتغذية غير التغذية الأساسية اللي احنا تعودنا عليها الحبوب. انا طالع الخلطات هي اصح شيء للطيور، ما مشي لها بس اكل. اي ما شاء الله. قبل شوي كنت تكلمنا عن الفروخ اللي هنا. بعد الشهرين قلت لي انقلهم مع فروخ ثانيه. اي انقلهم يعتبر كانه قفص حضانه. هذا حضانه ده. اي الاكل متوفر في جميع الجهات. اي انا اشوف هنا وهنا صغيره. ذي كلهم يعتبرون فروخ. ما شاء الله ما شاء الله. ومن هالفروخ انت تنتخب اللي بيستمر وياك. اللي بيستمر. في شيء هم الى مطير كبير. بعد 5 شهور. كم يقعدون هنا؟ يعني يقعدون لهم شهرين، اعمارهم تطلع من شهرين يطلعون عنهم شهرين. وبعد انقلهم يا 5 شهور او 4 شهور على حسب الى الكبير. اذا كان قوه احطه مع الطول الكبار. هذا اللي الحين انت اللي انتخبت. لان لسه ما بعد انتخاب، لسه الانتخاب عندي في وقت الانتخاب. اي تظل تطالع لين يكمل 9 شهور. اي ومنها مستواه شلون؟ مستواه حق الانتاج. عشان مستواه للانتاج، لكن ما بخسر حتى لو شكل عادي الطير، يعني غير اخوانه. لانه حامل دم القوه او الشكل موجود، الدم حامل. اي فتبتدي يمكن تركبه يضبط وياك على حسب الناس. اي ما شاء الله ما شاء الله. طبعا هذا للعلم اللي منقاره مثل كذا، هذا اللون اللي فوق الخاش فوق المنقار هو يبين الانثى، هذه انثى. اي نعم صدق. هذاك ذكر الازرق. نعم اللي يصير منقاره ازرق. اقول لك ما شاء الله تعجبني يا ما شاء الله ما شاء الله. هذا ذيلي على طول يكملون 9 شهور. اي في شيء سنه، في 9 شهور، في شيء يعني لين يدخل مرحله الانتاج. اي يعني الحين انا مركب دكتور بروحها قاعد اجهزهم للانتاج. ما شاء الله. بس انتظر يخلصون تكميل تدبير كامل اركب عليهم وادخل عليهم انا عمر الطير بشكل عام عندك. عمر الطير على حسب تغذيتك وصحتك. اذا صار الطير يقعد معك ل 10 سنوات. اللهم صل على محمد وعلى محمد. 10 سنوات. الزايد من ذيلي. الزايد من ذيلي. من الانتاج. من الانتاج. انا عارض بيع ما ابي. وهذا السؤال الحين قاعد اتكلم عن شغله نقطه مهمه لي. انا عندي انتخاب في الطيور. انا قاعد ادور مستوى، قاعد اشتغل على يعني المستوى انه يكون اللي ابيه اوصل له. اليوم اذا الطير ابيه ب1000 وما حد يشتريه، حتى لو عقب سنتين ابيعه 50 ما عندي مشكله. 50 ريال. لانك انت الحين تنتخبه. رحم الله عليك. شيء صار افضل منه فما يهمني. ايوه ما شاء الله. هذا من الانتاج. حتى بياضاتك غير صايره. ما شاء الله ما شاء الله. طبعا احنا نعرف يبين العين الحمراء مثل هذا عينه حمراء. اي ما شاء الله. هذا اخوه عينه سوداء. اي بس حامل. هو حامل. حامل لان الام غيري. الحين لان الذكر عينه حمراء والام عينه سوداء، فهذا يطلع نافيه. اي ما شاء الله. لها سلالات، لها رسمه معينه. لها رسمه معينه. اما هذيلي احتمال ذكر احتمال نافيه. بس هذا نافيه 100% لان عينه حمراء. عينه حمراء. اي ما شاء الله ما شاء الله. الحين عاد بتليقف وبفتح حداد. نشارة خشب او قطع خشب. شو السر؟ ده طبعا اولا الخشب هو حفاظ الله يكرمك عن اوساخ الطير تلزق فيه، هذه نقطه. والنقطه الثانيه الطيور هذه اصحاب المناقر المياله دي ما تستغني عن شيء تقعد تاكل فيه او تحرك اسنانها فيه. احنا نلقاها دائما تاكل
المحط اللي هو رحم الله العود والديك. هذا، فهذا مستحيل تاكله. لان صار عندها البديل تحت. لا ها لان ذا من خشب الزاني، قاسي حيل عليها. رحم الله والديك. فانت عوضتها بالبديل. عوضها بالبديل هنا اللي موجود تحت ومن. ايه ما شاء الله. اسئلتك ترى ثاقبه يا ابو الحور، انا ما جا في بالي انك تسال سؤال. والله العظيم. نلعب. لا والله ما تلعب. محط يفرق مربع ولا مدائري؟ هو شوف احنا في الانجليزي نستعمل المربع اكثر من الدائري. شكل رجله؟ لا لان في وقت التزاوج بعض المرات من كبر الطير ما يثبت عادل في الدائري. ايه يحتاج له شيء يوقف عليه عدل. فبعضهم يحط خيارين دائري ومربع. اي بس انت شمالته مربع اكثر. اي مربع اكثر بس في كيرف يعني انه ما يبدي الطير ترى يعني في حاليا. في واضح بس بشكل عام الشكل المربع. ما شاء الله لا قوة الا بالله. السوق يطلب الوان معينة او على ذوق المربي. كلون الخطين يعني شيء. ايه يعني في ناس في ناس بالنسبة للمربي يقول انا ابي شيء اكيف على لون معين. صحيح. وفي ناس يدور مستوى ما يهم اللون. ما يهم اللون. ابو عبد العزيز بن اي فئة؟ انا ادور مستوى. اللون عندك ما يفرق؟ انا اللون احس انه بسيط انه يجي. اي خط ادخل لون ممكن يمشي معه بس انت تبي في بالك تركيبه معينه تبي توصل لها. اكيد انا المستوى اهم ما في الموضوع لان اللون يجي سهالات. ايه النقاط هذه قلت لي ابو عبد العزيز هذه السبوت هذا طبعا المعترف عليه. ايه هذه تاخذ في الجمال. تاخذ بالجمال تتسابق عليه ويحسب عليه نقاط في التحكيم. النقاط السوداء هذه. اي يحسب عليه نقاط في التحكيم. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. عبد العزيز وين ناوي توصل؟ والله الهاوي ما له طموح، ما له حدود في الطموح، ما له حد في الطموح. قبل شوي كنا نتكلم انه انضمامكم للجمعيه بعد جميل جدا. ان شاء الله. دائما المظلات الرسميه لها طعم ثاني. اكيد والله تعطيك سند خلفي. للامانه وزاره الزراعه والمياه هنا مو مقصرين. ما قصروا دمونا كثير وهذا عشمنا فيهم للامانه. والله ما قصروا. والله اذا يواجه المهندس الخليل المهندس ابراهيم يعني مهندس ابراهيم تسلم الخليل والله بصمته للامانه فخر لنا ما شاء الله والحسا كلها ولا بيقصر. وانا عارف الستاف اللي معاه كلهم والله يحطوا على الراس لا اخلاق يعني يحرجونك بخدمات. اي ما شاء الله عليها بصراحه. ما شاء الله 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 اعجز. طبعا سؤالك مساعة كم عمر انتاج الطير هالحكي؟ ايه انا اذا بحسب عندي هالعدد ده انا اضيع ترى في عمر الطير بس عندي جدوله في موضوع كذا. انا سالتك قبل شوي بنرجع نشوف الدفتر. ابو عبد العزيز كل لا انا هذا حجول بس في شيء بتوقيعك خاص لك. هذا طبعا في رقم جوالي وفي شعار النادي السعودي واللون يحكم بالسنه يعني 2023 ازرق. كل سنه لها لون. كل سنه له لون. اللي قبله لون ذهبي ال 22 21 بنفسجي. ما انا طالع الحجه للون اعرف وين انا فيه. انتاج سنه كام؟ بس اشهر لازم هذا تسجيل عندي في الدفتر. انا سالته قبل شوي عن الدفتر بنشوف دفترك الحين. نشوف حل الواجب. سجل انتاجك. هذا سجل انتاج المربي. طبعا للسجل هذا حل الواجب الحين. اي احنا نسويه تبع النادي السعودي ونخدم فيه المربين وفي ناس تدعمنا فيه مثلا برعايه مؤسسه عالم الطيور. وطبعا في بعض الشروحات هنا عن امراض ما امراض هالحاجه. صاير هذا مرجع خفيف. اي والتزاوج يعني في امور كثيره. هنا احنا نجي حق موضوع الشخصي الا وهو هنا لازم انا اسجل شنو الطير ورقم حجله. اسمه ورقم حجله. الذكر الانثى شنهي ورقم حجلها وشنهي تصنيفه. ايه. نرجع بعدين اسجل رمز الحجل اللي هو كم رقم الحجل اللي انا حاطه حق الفارخ. وشهر كم. مثل هذا شهر 11. بموجب التسجيل هذا انا اعرف ان الطير هذا في سنه انتاج مثلا 2022 بس شهر كم ما ادري.
مو مسجل الدفتر. ارجع للدفتر واعرف متى تاريخ انتاجه ومتى ان شاء الله راح يكون جاهز للانتاج. وعرف سلالته، هذا من ابوه هذا من امه، عشان لا تضيع، يبقى كل شيء مقيد عندك، كل شيء في دفتر الواجب. اي طبعا، يعني كله تسجيل، كل قفص له تسجيل، كل طير له ريكورد، كل طير له تسجيل. يعني ما اخلي شيء الا لازم اسجله لي انا، مو علشان البيع. لا انت تتكلم انه انت عشان الحين تجي تربي، انت عارف انا اشتغل على ايش. اللي راسم لك خارطه الطريق. اللي يبي يطور من نفسه لازم يحط له قواعد. ما شاء الله. في اي كان، سواء زراعه، سواء تربيه حيوانات، سواء تربيه طيور، ارسم لك خارطه الطريق، ارسم لك خارطه تمشي عليها وتنجح فيها. ما شاء الله. روح انت معلقه هنا فيه الالوان والمسميات. مضبوط. ما شاء الله. ايش تستفيد من هذه؟ دي طبعا انا ما طالع لوحه كمستوى الطيور، انا في تصانيف للطيور. بعض المرات تكون فهوات عندي يمكن ما احفظها، بس اغلب الطيور حافظ مستويات تصنيفها وتسميتها. فدي كل طير تحته شنو اللون هذا، شو يسمونه او مسماه العلمي، مسماه في التصنيف. رحم الله والديك. تسلم. طبعا في شيء اوبلاين اللي مثل قصه الراس دي تكون يعني غالب عليها اللون الصفار. مثل هذا يسمونه وايت فيس، لان في السواد هنا ماشي والابيض مو بكامل على الراس. وهلم ما جره شغلات كثيره طبعا ما نخلص منها. ما شاء الله. طبعا فيها ناقص دي. في بعد لوحه ثانيه هم تصانيف للتغذيه. في ناس تعطي دود المقابي. مضبوط. تنتجها انت ولا تشتري؟ لا والله. ولا ما تغذي بهالنوعيه؟ لا انا اغذي، احط منه هذا طبعا يعتبر بروتين مقوي للجسم وبروتين منشط كتزاوج. بس ما تنتج، تشتري؟ لا والله اشتري، كنت اول بس ما حافظت عليه كثير. ما حافظت على طريقته. بالنسبه سهل انتاجه جدا. طيب بالنسبه للتفاح والفواكه بشكل عام، انا ما شفت عندك. الفواكه انا طبعا ما امشي لهم كثير، بس تعطي لهم عفوا امشي لهم مبشور كل يوم. نسيت انا، يعني التفاح لا، اعطيهم جزر ملفوف مبشور. يوميا زهره، اعطيهم فلفل حار. اقول ذا مصرف. بعد الساعه. يعني انت تقضي للثلاجه وتقضي للطيور. تقضي للثلاجه وتقضي للفلوس. لازم كزبره، بقدونس، كرفس، لازم احط لهم اوقات الحلبة الطبيعيه، امشي لهم كامل ورق طبيعي احط لهم. ايام الحلبة في الشتاء. ما شاء الله. كل اسبوع يوميا امشي لهم وجبه فيها ثوم، بودره ثوم، عشان اوصل بانتاج. المفروض عشان توصل بصحه الطير. تتعب تحصل صحه الطير. ربي يبارك لك حبيبي ويعطيك العافيه. الله ربي. حطينا لكم اسنابه، صدره وسيع، اللي فتح مجاله لنا بهالشكل لكل مربي. استفسار لكل مربي، لكل هاوي. بقول نقطه بس بالحور، انا مكاني مو بحق ما انا ترى ما طالع بيع مشترى. اي واحد يبي يستفسر باي شغله يتعلم هاوي، انا لا خلاص عيونك اخدمك. هذا سنابه ابدا، وضيفوه يستحق الاضافه. ونحط لكم الانستغرام ان شاء الله، ونحط له الانستغرام ان شاء الله، وعلى عيني وعلى راسي.